ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل حاجه شويه مختلفه. هنعمل النهارده كريم مرطب حلو جدا لتشققات القدم. حلو جدا لكعب الرجل. هيدي لون حلو جدا، وكمان هيشيل اي تشقق. بس على الاقل الوصفه دي اقل حاجه لازم نستعملها 15 يوم على الاقل. نتيجتها فعاله جدا، وبجد نتيجتها سحريه. يلا بينا نشوف عملنا الكريم ده مع بعض ازاي. عندنا في طبق هنا هنحط فيه معلقتين كبار فازلين، اللي هو فازلين الطبي اللي بيتباع في اي صيدلية. تمام. وكمان عليهم معلقة كبيرة. هنحط معلقة كبيرة كريم بشرة اللي هو بالجليسرين. تمام، مش هينفع نقول الاسم طبعا عشان كده هيبقى دعاية. احنا نطلب كريم بشرة بالجليسرين، هنلاقيه طبعا في كل الصيدليات متوفر. وكمان هنا كمان ضفنا عليهم هنجيب زبدة كاكاو من الصيدلية برضو. تمام، اي زبدة كاكاو بس يكون لونها احمر. هناخد صابع زبدة الكاكاو ونحطه مع الخلطة اللي احنا عملناها ديت. هنا قلبت الخلطة كلها مع بعض زي ما احنا شايفين، قلبتها كويس جدا بالمعلقة لغاية ما ادت معانا النتيجة ديت. تمام. دي زي ما قلنا هندهن بيها تشققات كعب الرجل صبح وليل. الاول هنكون غاسلين رجلينا بميه سخنه. هنحط رجلينا في ميه سخنه لمده نص ساعه. ويفضل كمان اللي احنا ندعكها بالحجر الطبي. والحجر الطبي متوفر في الصيدليات او عند العطار كمان متوفر. زي ما قلنا بعد ما تغسلي رجليكي وننقعها في ميه سخنه زي ما قلنا لمده نص ساعه، تنشفيها كويس جدا. وبعد كده تدهني بالكريم دوت. هيرطب بقى مكان التشققات. تمام، بس زي ما قلنا نستمر عليه اقل حاجه 15 يوم. وبعد ما تحطيه في كعب الرجل البسي شراب. يفضل ان احنا نلبس شراب وننام، والصبح عادي خالص مفيش اي مشكلة. كل يوم نكررها، لو نقدر نكررها صبح وليل لمدة 15 يوم هيكون افضل. والنتيجة دي فعالة جدا وهتجيب نتيجة حلوة خالص. نتيجتها بجد مش هقدر اقول لكم الا لما تجربوها انتوا بنفسكم. هنحتفظ بيها في اي برطمان فاضي عندك. هنحتفظ بيها بره التلاجة عادي. ونستخدمها كمان في الايام الجاية لمدة الشتاء كله. تمام. وتخلص ممكن تعملي غيرها. بجد الطريقة دي هتخلي رجليكي حرير بجد. ان شاء الله الطريقة دي تعجبكم. ويا ريت تقولوا لي الطريقة دي نجحت معاكم ولا لأ. يا رب عقبال كل فيديو. باي باي.